السلام عليكم متابعينا الكرام. في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة لعلاج آلام الروماتيزم والمفاصل. نعرف أن العديد من الناس يعانون من هذه المشاكل الصحية التي تهم الروماتيزم وآلام المفاصل الخاصة بالعظام. اليوم سأقدم لكم وصفة تشتمل على زيوت رائعة ولها فائدة كبيرة في علاج هذه المشاكل. إذا أبدأ بالزيت الأول وهو زيت الزعتر. كما تلاحظون زيت الزعتر يعني زيت غني جدا، فهو زيت يفيد في حالة الالتهاب ومشاكل الجهاز التنفسي، كما أنه يعالج الكحة والسعال ومضاد للزكام، علاوة على أنه يساعد على قتل الميكروبات وطارد الطفيليات، كما أنه يفيد في مشاكل الجهاز الهضمي، يقوي المناعة ومنشط للجسم بصفة عامة. أضف إلى ذلك فائدته بالنسبة لتساقط الشعر، كما أنه مضاد رائع للقشرة. ثم لدي أيضا هنا زيت كما لدي هنا أيضا زيت الحبة السوداء كما تلاحظون. إذن هو زيت أستعمله كثيرا في وصفاتي، وهو زيت غني عن التعريف طبعا، مضاد للحساسية، مضاد للفطريات والبكتيريا، كما أنه يخفض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، كما أنه يرفع المناعة في الجسم، ينشط خلايا الجسم ويحميها من تأثير الفيروسات، مفيد لأمراض الجهاز التنفسي أيضا، كما أنه يغذي الشعر ويقويه ويمنع تساقطه. ولدي الزيت الثالث وهو زيت الزيتون الغني عن التعريف، الغني بالأوميغا 3 وبدهنيات صحية صالحة للجسم. إذن لنمر لتحضير الوصفة. إذن بدل أن أخلط الكل في هذا الإناء، أفضل أن تكون لديكم يعني علبة تحتفظون فيها بالزيت. إذا لدي علبة لا تسمح بمرور الضوء، وهذا شيء أساسي، كما أن العلب التي تروها كانت في علب يعني مغطاة عن الضوء، أزلت عنها العلب فقط لأريكم الزيوت. إذا أنا هنا سأقوم بتحضير يعني قدر قليل، يمكنكم أنتم مضاعفة المقادير يعني، والمقادير يعني هي كميات متساوية من كل زيت. إذا أنا مثلا سأخذ ملعقة من زيت حبة البركة. إذا لدي ملعقة كبيرة، إذا إن شئتم يمكنكم أخذ كأس، نصف كأس، ملعقتين. إذا المهم أن تكون المقادير متساوية. ثم ملعقة أخرى من زيت الزعتر، ثم ملعقة ثالثة من زيت الزيتون، إذا بهذا الشكل يعني قيم متساوية وكميات متساوية. إذا يمكنكم مضاعفة المقادير، أنا هنا فقط أريكم الوصفة فقط. إذا نخلط هذه الزيوت لنحصل على زيت متجانس، إذا نحتفظ به في هذه العلبة. إذا إليكم الآن طريقة الاستعمال. إذا هذا الزيت نقوم بدهنه على المناطق التي تؤلمنا، سواء في الركب، في الظهر، يعني في المفاصل يعني بشكل عام، سواء في الأيدي، في الأرجل، في الكوعين، في الكعبين، في الظهر، إلى ما إلى ذلك، أو الكتف كذلك. إذا نقوم بدهنها بعمل مساج بهذا الشكل، سأريكم مثلا مع الدلك، يعني مساج بهذا الشكل مع الضغط قليلا حتى يتشرب الجلد كامل الزيت. إذا بهذا الشكل. إذا نستمر بهذا الشكل كما قلت حتى يختفي الزيت تماما مع الدلك قليلا. إذا هكذا يفضل استعمال هذه الزيوت في الليل، يعني قبل النوم، حتى لا نتعرض لتيارات يعني الهواء الباردة. يعني يعمل هذا العلاج كل ليلة، وذلك لطيلة شهر فما أكثر. يعني تلاحظون بتحسن كبير بداية في الشهر الأول، يمكنكم المداومة عليه 3 أشهر أو أكثر. يعني كلها زيوت رائعة
يعني ومفيدة لعلاج آلام المفاصل والروماتيزم. إذا كما تلاحظون الزيت بدأ يختفي. إذا هذه هي وصفة اليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم، وإن كان لديكم أي استفسارات أو تودونني أن أشارككم مواضيع أخرى لا تترددوا في ترك تعليق، وبالطبع اشتركوا على القناة ليصلكم المزيد، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك، وإلى اللقاء في فيديو قادم.